السلام عليكم من جديد في الكيس اوف ساينتفك ريسيرش كورس. معادنا النهارده على كيتشن 17. هناخد الاي كي بي الايجيبشن نوليدج بانك. معاكم عبد الله الوكيل. احنا طبعا في شابتر 3 الريسيرش تولز والتكنولوجي في الداتا كولكشن. هنكمل مع بعض. احنا كنا خدنا الحمد لله جوجل سكولر، وكمان خدنا ساي هاب والاستخدامات بتاعتهم والمشاكل وازاي نحلها. وقلنا إن ستبقى بقى الحاجة اللي احنا دايما بنسعى لها، إن في بعض الأبحاث محتاجة فلوس علشان إن احنا نحصل عليها أو ندفع تمنها يعني. في محاولات من جوجل سكولر ومحاولات قلناها من ساي هاب. طب بعد كل المحاولات دي منفعش، ممكن إن احنا نستخدم الإيجيبشن نوليدج بانك، بنك المعرفة المصري. تعالوا نشوف كده. هو الإيجيبشن نوليدج بانك بنك المعرفة المصري، هو خاص طبعا بالناس اللي هم في مصر، يعني حاجة خاصة مصر بتعملها للباحثين بتوعها. وفي مستويات مختلفة هنعرضها دلوقتي. بلس ان انا يفضل ان انا ادخل بالايميل الجامعي بتاعي في بنك المعرفة المصري. تعالوا كده واحدة واحدة نشوف اول حاجة ازاي نسجل عليه. لو احنا جينا نشوف نكتب بس على جوجل عادي الايجيبشن نوليدج بانك الاي كي بي، ونعمل ريجستريشن. في حالة ان انا اصلا او اكيد اللي بيسمعني لاول مرة اوريدي مش عنده اكونت على بنك المعرفة المصري، فهنعمل ريجستريشن. طبعا لو انا مسجل قبل كده فعلى طول هعمل البريد الالكتروني بتاعي وكلمة المرور. طيب انا لو اوريدي او في الغالب يعني إن اللي معايا دلوقتي مش عنده حساب، هنعمل ان شاء الله ببساطة جدا انشاء حساب جديد. طب تعالوا كده نشوف هيطلع لي ايه. هيطلع لي اختيارات: هل انا في التعليم الاساسي الاطفال القراءة، وانا عايز مجرد القراءة، ولا انا شغال في البحث العلمي. والله احنا اصلا شغالين في البحث العلمي، فهضغط على الايكون الخاصة بالبحث العلمي. طبعا انا عندي خيار ان انا اخلي الشغل كله بالانجليزي او بالعربي، ده عادي جدا ممكن نختار. طيب المهم انا اخترت الايكون بتاع بنك المعرفة البحث العلمي والتعليم الجامعي. هعمل الخطوة التالية. هيظهر لي السكرين دي: هل انا طالب جامعي ولا باحث جامعي. انا مثلا كعبد الله دلوقتي باحث جامعي. طب انت طالب جامعي، هتضغط الايكون الخاصة بالطالب الجامعي. وبعدين الخطوة التالية هيظهر لي الايكون دي او هيظهر لي السكرين دي. هبدأ أملأ البيانات المهمة، وهلاحظ إن هنا الرقم القومي. إذا أنا مش هعرف أسجل غير مرة واحدة بس، ولازم أخد بالي إن البيانات تكون سليمة، علشان اوريدي في فحص أصلا للرقم القومي هنا. البريد الإلكتروني يكون خاص بالجامعة اللي أنت تابع ليها. بعد كده هيبقى فيه الخطوة التالية، وهيبقى فيه confirmation على الايميل بتاعك، وببساطة جدا تكون سجلت على بنك المعرفة المصري. بعد كده لما تيجي تدخل تاني هتدخل من خلال الايميل بتاعك والباسورد. بعد كده تكتب ندخل او تسجيل دخول. تعالوا هنشوف ايه. اول حاجه في بنك المعرفه المصري فكره ان انا اعمل سيرش عادي. فانا بكتب هنا الايكون، او في الايكون دي انا بكتب الحاجه اللي انا شغال عليها. مثلا عايز الابحاث او عايز داتا خاصه بالكربون نانو تيوبس. الايجيبشن نوليدج بانك عليه داتا كبيره جدا، يعتبر خدمه متميزه، ومصر يعني دافع فيها فلوس كتير زي ما بنقول. خدمة متميزة لتسهيل فكرة الاطلاع والقراءة ونشوف الأبحاث المتقدمة بشكل عام. طيب في البحث المتقدم ممكن ان احنا ناخد اوبشنز مختلفة، ان انا اعمل سيرش من خلال الاسم او من خلال الاوثر، الشخص اللي كاتب البحث. لو انا بدور على اوثر معين، في خيارات كتيرة ممكن انا ابحث من خلالها. تعالوا نشوف كده الايكون او الايكون دي. ممكن لو احنا ضغطنا عليها هيطلع لنا ايه. والله هيطلع لنا خيارات مختلفة. اول حاجه الصفحه الرئيسيه، تاني حاجه البحث بشكل عام، تالت حاجه مصادرنا، وشويه حاجات ورشه العمل هنتكلم في الموضوع ده. فدي اول حاجه هوم الرئيسيه، الصفحه الرئيسيه دي لو لما بتك عليها بيظهر لي الصفحه او السكرين العامه اللي احنا كنا لسه بنشرح فيها من شويه. منها ان انا ممكن اعمل سيرش عادي، وان انا اعمل تسجيل دخول، وهكذا. في الايكون التانية هي فكره السيرش او البحث، ان انا ابحث بشكل عام على طول. في نقطه مهمه ودي هنتكلم فيها النهارده، هي مصادرنا او السورسز المختلفة اللي بيقدمها. طبعا بنك المعرفة المصري مهم ان انت تسجل عليه، عشان بيبقى فيه ورش عمل
بشكل مستمر بيقدمها بنك المعرفة المصري. طيب تعالوا نشوف مصادرنا اللي احنا اتكينا عليها كده. هيظهر لنا مصادرنا طبعا على حسب التخصص بتاعي. لو انا عايز مصادر باللغة الانجليزية او عايز مصادر باللغة العربية او whatever، فاحنا هنختار يعني بشكل عام مصادر باللغة الانجليزية، لان طبيعة دراستنا بنشوف الابحاث المنشورة يعني باللغة الانجليزية. طيب يعني ضغطت على الايكون دي وصلني هنا لمصادرنا او السورسز المختلفة. فاحنا بنتأكد بس ان احنا في البحث العلمي والتعليم الجامعي. بيبدأ بقى هنا يعني في بنك المعرفة المصري متعاقد مع داتا بيزز كتيرة، قواعد بيانات كتيرة ودور نشر كتيرة، نقدر ان احنا نحصل على الابحاث بتاعتها فور فري يعني بشكل عام. طيب تعالوا ناخد يعني قواعد بيانات تانية. طبعا في كتير جدا. طبعا زي ما احنا قلنا بنخش من خلال مصادرنا، فبيطلع لنا الداتابيسز وكمان دور النشر المختلفة دي. تعالوا كده نشوف دار النشر دي رويال سوسايتي اوف كيمستري. لو انا ضغطت عليه بيبدأ يديني نبذة عن ايه دي اصلا. فهنا بيوضح ان هو مثلا دار نشر بيحتوي على كتب ويحتوي على ابحاث وهكذا. فانا اقدر ان انا اخدها. طب تعالوا نشوف حاجة تانية مهمة جدا برضو. تعالوا ناخد اكزامبل تاني وهو سبرينجر. طبعا سبرينجر على الصينية ألمانية، في ناس بتنطقها سبرينجر بس سبرينجر ماتيريالز برضو دار نشر مهم جدا. تعالوا كده لو احنا ضغطنا على الايكون بتاعه بيديني نبذة عنه، وفي النهاية برضو بيديني اللينك اللي انا من خلاله اقدر ادخل على دار النشر دي. فلما ضغطنا على اللينك طلع لنا سبرينجر ماتيريالز، ممكن ابحث داخلها على الابحاث اللي انا عايزها. فانا كتبت كربون نانو تيوبس مثلا، انا عايز اشوف الابحاث عن الماده دي، فبيطلع لي الريزلتس المختلفه في مثلا 548 بحث اتنشروا عن الماتيريال دي في دار النشر دي اللي هي سبرينجر. فبالتالي بيبدأ يطلع لي الأبحاث المختلفة، بضغط على بحث منهم بيطلع لي السكرين دي، اقدر اعمل داونلود بسهوله. وهي دي النقطه اللي احنا محتاجينها، ان انا عايز اعمل داونلود للبحث. فده يعتبر حتى انا هنا في بنك المعرفه المصري اللي انا عايز اوصله في النهايه هي النقطه دي، ان انا اخش على دور نشر مختلفه، اكتب البحث، حتى اكتب تايتل بتاع البحث لو انا ما لقيتوش على جوجل سكولر وما لقيتوش على ساي هاب وبحث جديد، ممكن الاقيه هنا على بنك المعرفه المصري، اعمل داونلود عادي للبحث بتاعي. يبقى كده الحمد لله بشكل كده خلصنا جوجل سكولر وساي هاب والايجيبشن نوليدج بانك، بنك المعرفة المصري. هو باختصار شديد برضو بغرض ان احنا عايزين نجيب ابحاث، خاصة الابحاث الجديدة. احنا طبعا المحاضرة الجاية هناخد سكوبس بشيء من التفصيل يعني. وسكوبس قاعدة بيانات أو داتابيز مهمة جدا 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 يعني. التلاتة اللي فاتوا دول كوم، وحلقة سكوبس ان شاء الله تبقى كوم تاني خالص يعني. طيب التاسكس بتاع النهاردة هتكون ان شاء الله سكرين من البروفايل بتاعك على بنك المعرفة المصري، وكمان هتداونلود 2 articles from سبرينجر على حسب التخصص، او ده نشر سبرينجر ماتيريالز زي اللي احنا كنا عاملينه على حسب التخصص اللي انت شغال عليه. بس كده. طبعا زي ما انتوا عارفين طريقة تسليم التاسكس علشان تاخد السيرتيفيكيت ان شاء الله بعد شابتر 3 لو انت ممبر في يور اي، ولو انت مش ممبر في يور اي. شكرا ليكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقة مهمة جدا وهي حلقة سكوبس او المحاضرة الجاية ان شاء الله.